منذ أيام تداول مقطع فيديو يظهر وفاة مدربة الحيتان جيسيكا رادكليف بطريقة مأساوية. جيسيكا رادكليف هي مدربة حيتان تعرضت لهجوم من الحوت القاتل مما تسبب بوفاتها أثناء العرض في ملعب بحري أمام الجماهير لترويض الحوت الأوركا، وهذه هي صورتها الحقيقية. للمزيد من التفاصيل أرجو منكم متابعة هذا الفيديو للآخر لمعرفة حقيقة وتفاصيل الفيديو المتداول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد معكم توتو اف ام. في البداية فلنصلي على الحبيب المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ملاحظة هامة إلى كل شخص ينتقد صوتي، نعلمكم أننا نقدم هذا الفيديو كمحتوى ننقل الأخبار لا أكثر ولا أقل، مع التأكيد للجميع لكم كل الاحترام والتقدير. بتاريخ اليوم الأحد 10 من أوت 2025، وبعد غياب وسبب ظروف خاصة سنعود إن شاء الله للنشر ونقل الأخبار. تفاصيل الفيديو: نعلمكم أن حقيقة وفاة مدربة الحيتان جيسيكا رادكليف لم يتم تأكيدها من مصدر رسمي، والحقيقة هنالك شكوك حول صحة الفيديو. التحقيقات الرقمية أظهرت أن مقطع الفيديو حول وفاتها بهجوم من الحوت القاتل فيديو مفبرك تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكل من يريد مشاهدة الفيديو المفبرك وللتأكد ومعرفة الحقيقة أرجو المتابعة حتى نتأكد من حقيقة الفيديو، ونود أن تشاركونا بتعليقاتكم حول هذا الموضوع، وسنوافيكم بكل ما هو جديد. أرجو منكم متابعة قناة توتو على اليوتيوب، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد مع التفاصيل. شكرا.